لا شك ولا ريب أن كل واحد منا من أفراد هذه الأمة، وأن هذه الأمة جمعاء أفرادا ومجتمعات يسعون إلى السعادة ويسعون إلى الفلاح، ويريدون النجاة من المهلكات، ويريدون السعة في الأرزاق، ويريدون العزة والكرامة والعيش الرغيد. وطريق ذلك كله عباد الله هو توحيد الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر العظيم الذي هو حق الله عز وجل، وهو أعظم الحقوق، وهو الأمر الذي خلقت من أجله عبد الله. ما خلقت في هذه الدنيا إلا لتوحد الله، إلا لتعبد الله وحده. فإن وفيت بذلك كنت من الناجين، وكنت من الفائزين، وكنت من السعداء في دنياك وفي أخراك. هذا هو الأمر الذي بعثت من أجله الرسل من لدن نوح عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام. ما بعثوا إلا للدعوة إلى التوحيد. وما أنزلت الكتب، القرآن والتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وغيرها من كتب الأنبياء إلا لتقرير التوحيد.